طبعا نحن عم نلاحظ الوضع في سوريا بشكل عام عم تمر في مرحلة حساسة بشكل كبير جدا، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا. كما نعلم أن استهدافات الدولة التركية فاشية. نحن نعلم أن استهدافاتها لن تتوقف، ولكن لكي تلاحظ للشعب في شمال وشرق سوريا أن الإدارة الذاتية نظامها نظام ديكتاتوري، وهي العكس. نظام الإدارة الذاتية نظام ديمقراطي. نحن أعلنا أنه نحن مع الحوار للحل الأزمة في سوريا، ولكن لا يوجد حوار مع النظام السوري بشكل رسمي، إلا أن وسائل الإعلام الذي تلعبه النظام على الشعب في شمال وشرق سوريا هي وسائل الحرب الخاصة. كشعب السوري نداؤنا لجميع أبناء وبنات السوريات بأن نوحد جهودنا لكي ننتصر على الاستهدافات الدولة التركية الفاشية، سواء كانت الدولة التركية أو النظام السوري، حتى نحقق إرادة ونحقق مقاومة. فحتى أن النظام السوري حتى تحمي شعبها، فعليها التعرف على النظام الإدارة الذاتية، فهي نظام ديمقراطي توحد جميع المكونات شمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام. عندما نبحث عن وضع المرأة في سوريا وفي شمال شرق سوريا بشكل خاص، لن ننكر أن المرأة أوصلت للنقطة جيدة، ولكن لا يكفي هذه النقطة حتى نوصل للهدف التي يجب المرأة أن توصل لحريتها بشكل كامل. ولكن كلما تبذل جهدها بأن تخطي خطوة جيدة نرى ونلاحظ استهدافات الدولة التركية تؤثر عليها، ولكن المرأة ذات إرادة قوية لن تستسلم أمام أي استهدافات، سواء كانت الدولة التركية أو كان النظام السوري أو أي دولة أو أي نظام ديكتاتوري التي توقف أمام جهودها وقوتها وإرادتها. نحن نسعى إلا أن يتم تطبيق النظام المشترك في جميع سوريا، لأنه هو نظام ديمقراطي مشترك بين جميع المكونات والتي تحمي المرأة في جميع المكونات. نحن نلاحظ في أماكن يوجد النظام المشترك وفي أماكن لا يوجد، ولكن المرأة هي التي تسعى إلى أن يكون هذا النظام موجود في سوريا بشكل كامل وفي العالم أجمع. ولكن المرأة بإرادتها القوية ستجعل هذه النظام موجود في سوريا بشكل عام. نناشد جميع النساء في سوريا على تصعيد النضال أمام جميع الاستهدافات، وحتى أن نحقق سوريا ديمقراطية حرة.